ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة يوم الحد، ودلوقتي الساعة كام؟ الساعة 8:30. انا الكاميرا ورايا مش المراية ورايا، مش مشكلة. ودلوقتي انا نازلة رايحة يوجا سيشن، اول تمرين في رمضان، وهنشوف الدنيا هتكون ايه بإذن الله. مصورتش النهاردة طول اليوم، بس هبدأ بقى الفلوج بتاع النهاردة. هاخدكم في يوم الحد بالليل ويوم الاثنين كله بإذن الله، عشان الفلوج ده ينزل يوم التلات. عايزه اقول لكم ان انا بس عامله سكين كير، عشان الواحد وشه ممكن يجف من الصيام في رمضان. الواحد ما بيشربش ميه كفايه، ولازم انا على طول، عامه انا بشرب ميه كتير، ولازم على طول ثانيه واحده معايا ازازه الميه بتاعتي. دي لتر. بخلصها ممكن مرتين او حاجه من فتره ما بين الفطار لحد السحور. النهارده يوم الاثنين، فاضل 10 دقايق خلاص على الفطار ان شاء الله. وده قهوة عربي. انا عارفة ان هي حاجة مش مصرية قوي وخليجية اكتر، بس هل في حد يا جماعة بيفطر على قهوة عربي وتمر، ولا دي حاجة في البيت بس عندنا احنا اللي بنعملها؟ بعمل القهوة العربي دلوقتي عشان نفطر عليها. دلوقتي احنا خلصت الفطار، وبعدين عندي النهاردة اول يوم هيكون عيادة في رمضان. الساعة دلوقتي 7:15. المفروض ان انا اكون في العيادة بالظبط، معادي هناك 8. فيدوب هو انا اصلا كنت لابسة قبل الفطار وفطرت، وبعدين كملت لبسي دلوقتي وهنزل اروح العيادة. في حاجة عايزة اقولها لكم بقى يا جماعة، انا حاسة نفسي مش فايقة. بجد انا مش فايقة، مش عارفة افوق كده، مش عارفة اركز في الفلوجز، مش عارفة اعمل حاجة. حاسه ان انا انسانه عشوائيه جدا جدا جدا، ودي حاجه عكس طبيعتي تماما. فانا حاسه اللي هو ايه، محتاجه كده رمضان بس الدنيا تهدى، وابدا ان انا اعرف اظبط الدنيا. الحمد لله تلناو منتظمه شويه في التصوير، بس برضو مش حاسه ان انا بصور كونتنت وصور كتير وصور لكم حاجات، في حاجات كتير قوي حاسه ان انا ما عملتهاش وما صورتهاش. فيعني هل ده ممكن عشان لسه في اول رمضان، ولا دي بقت شخصيتي؟ I have no idea. هشير معاكم بقى حاجة كده، عشان وانا قبل ما انزل كنت بحطه. البرفيوم ده يا جماعة من بيج اسمها قارورة، موجودة على فيسبوك. هو بتعمل لي التركيبة بالريحة اللي انا عايزاها، وفعلا انا جربت برفيومز كتير قوي وما لقيتش حاجة بتثبت زي ده. فعلا حلو قوي. طبعا في ظل الظروف اللي الدنيا فيها ما اقدرش خلاص ان الواحد يجيب الاوريجينال، فدي ريحة انا كنت بحبها اسمها ليبر. هوريكم برضو التانيين اللي عندي عشان يعني تبقوا عارفين. بس عندي دي جود جيرل، تحط منها رشتين. دي كوكو شانيل مادمازيل. وعندي دي برايت كريستال فيرزاتشي. اكتر 2 بحبهم كوكو شانيل واللي هي برايت كريستال. بصراحة يعني اشجعكم جدا جدا جدا، واريكومند جدا البرفيومز بتوعهم، التركيبات بتاعتهم. بصوا دي ما وريتها لكوش، عايزه اقول لكم دي قديمه جدا، ما كناش متخيلين ان هي تشتغل، فدي حطيناها بره البيت خالص. نجمه وهلال لو مش باين. بصراحه الشارع عندي ناس عندنا عاملين ديكوريشنز جميله قوي قوي، ودي من الحاجات اللي بتحسسني جدا بالفايبس بتاعه رمضان، حسسني ان احنا دخلنا في شهر رمضان. انا بقى كنت فاكره انه مش هيكون في غيري في الطريق كله، لقيت ان لا عادي، في ناس وفي عربيات وفي ناس في الشارع. عايزه اعرف الناس دي كلها رايحه فين؟ طب انا رايحه العياده، كل الناس دي بقى رايحه فين؟ مش حاسه ان احنا بعد الفطار خالص. والفكره ان حتى دول مش رايحين التراويح، عشان هي خلاص اوريدي التراويح بدات، فايه بقى انا مش عارفه. كله تمام في العياده. الساعه دلوقتي 11 ولسه ما خلصناش. خلصت يا جماعه العياده الحمد لله. الساعه دلوقتي 12 بالليل وانا لسه مخلصه ومروحه اهو. عايزه بقى اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا جدا، ودي نصيحه مني ليكم لاي حد يروح لدكتور السنان في اي وقت. الناس دايما عندها اقتناع ان لما بتروح لدكتور السنان هو لازم يكون في الم. جماعه هو لو في الم يبقى في مشكله،
ويا ريت يا ريت يا ريت انا عايزه اديكم التوعيه كبيشنتس ان انتوا ما تقبلوش ابدا ان في دكتور يشتغل لكم وانتوا متألمين. لو حسيتوا باي الم الدكتور مجبر ان هو يمنع ان الالم ده يحصل. فارجوكم يا جماعه ما حدش يشتغل خالص ولا يسمح لان اي دكتور يشتغل له وهو موجوع. فلو انتوا في الم، بصوا في فرق دايما بنقوله ما بين الالم وما بين الضغط. الضغط هيفضل موجود عشان البنج عمره ما هيودي لك احساس الضغط، ولكن احساس الالم الوجع في الشغل بتاع الدكتور، يعني انت والدكتور شغال انت هتكون حاسس ان الدكتور بيعمل حاجه، في حاجه هو بيشتغل، في حاجه هو بيعملها. ولكن الوجع اللي هو الالم، ان انت متألم، ان انت حاسس ان نافوخك هينفجر من كتر الوجع، اوعوا تقبلوا ان حد يشتغل لكم وانتوا موجوعين خالص خالص خالص. دي يعني الحاجة اللي كده كنت الإشارة فتحت دي الحاجة اللي كنت عايزة أنهي الفيديو بيها. بس كده، يا رب الفلوج بتاع النهاردة يكون عجبكم. حبيت برضو ان انا اطمنكم شوية واقول لكم ان انا الحمد لله يعني المشاكل اللي كانت عندي الفترة اللي فاتت بدأت يعني الحمد لله ربنا كده يفتحها من عنده وتتحل. وما تنسوش تتابعوني يا جماعة على انستجرام عشان بكون اكتب هناك اكتر. وبرضو لو في اي فيديوهات او حاجة معينة عايزين تشوفوها في الرمضلوجز دي قولولي عشان اعملها كده باذن الله واحنا لسه معانا الشهر. وان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي باي.